ستايل الموضة والترندات، الستايل السهل والمريح، الستايل الاشهر اللي الكل بيحبه. كل حاجة عن ستايل الكاجوال هنعرفها في الفيديو ده. اهلا بيكم اجمد واشك رجاله في الدنيا. معاكم محمد سليم. لو دي اول مره تشوفوا القناه اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم الفيديوهات الجديده. ستايل الكاجوال من احسن الستايلات السهله والمريحه والعمليه، واغلبيه الشباب بتحب وبتفضل ستايل الكاجوال عن ستايل الفورمال عشان بيكون مريح اكتر وعملي وسهل، وما بيحبوش يكونوا متقيدين ببدله ويكونوا على طبيعتهم وراحتهم اكتر. وده راجع لان ستايل الكاجوال عكس الفورمال تماما. ومعنى كلمه كاجوال زي ما انتم شايفين غير رسمي او عرضي او طارئ او غير نظامي، ودي كلها معاني بتبين لك ان ستايل الكاجوال سهل ومريح لانك مش ملتزم باي حاجه، يعني في شويه عشوائيه. وزي ما اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت من اول ما بدانا نتكلم عن ستايلات اللبس وبدانا نتكلم عن كل ستايل لوحده، وهسيب لك الروابط بتاعتها تحت الفيديو، ان كل ستايل بيبقى ليه وقته والمناسبات الخاصه بيه. وترندات اللبس والموضه بتظهر اكتر في ستايل الكاجوال، وبنشوف ده طبعا في المقاسات سواء من سليم لاوفر سايز، او في الشكل، في الالوان، في القص او التفصيله نفسها. بيبقى فيه حريه اكتر في التصميم لانه الستايل ده مش متقيد باي حاجه، على عكس الفورمال اللي بتبقى الموضه والتغيير فيه بيبقى محدود شويه، ما بيبقاش فيه تغييرات جذريه زي ما بيحصل في الكاجوال. بمناسبه الموضه استنوا الفيديو الجاي اللي هنتكلم فيه عن الموضه وترندات الصيف السنه دي. ولو وصلت لحد هنا اعمل لايك علشان ده اللي بيساعد على انتشار الفيديو وبيخلينا اكمل. والكاجوال من الستايلات الحديثه اللي بدا ظهورها في اواخر الستينات، وبدا الاهتمام بالموضه واللبس يزيد اكتر لحد الطفره اللي حصلت في السبعينات سواء على مستوى الكاجوال او الفورمال. وده طبعا ظاهر جدا في الافلام القديمه اللي بنشوفها، ما قبل الستينات كانت عامله ازاي وما بعد الستينات كانت عامله ازاي. قبل الستينات كان المعتاد والاساسي كله كان عباره عن بدله. من بعد الستينات او في اوائل السبعينات بدا يظهر ستايل الكاجوال شويه من خلال الافلام، وبدانا نشوف الطفره اللي حصلت في السبعينات. وستايل الكاجوال معروف يعني جينز على تي شيرت او قميص وسنيكر او كوتشي. ومش معنى ان ستايل الكاجوال يعني ستايل غير رسمي او غير نظامي او عشوائي شويه ان انت بتلبس اي حاجه، ان انت تلبس اي لون على اي لون. وكل ما التزمت بتنسيق الالوان هيخلي مظهرك اشيك. وهسيب لك لينك تنسيق الالوان تحت الفيديو. دلوقتي هعرض لكم شويه صور وافكار للكاجوال. ولو عايزين صور وافكار اكتر ممكن تشوفوا موقع او ابلكيشن بنترست. وفي نهايه الفيديو اتمنى اكون وضحت لكم ستايل الكاجوال بشكل سهل ومبسط. واشوفكم على خير الفيديو الجاي، وما تنسوش اللايك والشير. سلام.